حكايتنا النهاردة عن وداد عرفي، مخرج أفلام تركية دخل مصر سنة 26 باعتبار أنه ممثل لشركة ماركمس الألمانية الشهيرة في إنتاج الأفلام السينمائية، وأن الشركة ليها جدول من الأعمال وعايزة تقوم بتصوير عدد من الأفلام في مصر. وأول الأفلام اللي اقترحها كان هو فيلم النبي محمد اللي تم إسناد دور البطولة فيه للفنان الكبير يوسف وهبي. طبعا هو وداد كان معرف نفسه على انه مخرج افلام مسلم الديانة، واول ما الخبر انتشر وانتشرت الصور الدعائية للفيلم الازهر الشريف اعترض على تصوير الفيلم وطالب بمنع عرضه. مش بس كده، ده كمان بعت للسفارة المصرية في فرنسا وقال لهم ان هم يتدخلوا لوقف تصوير الفيلم اللي بيتم تصويره هناك، وأرسل كمان رسالة لوزارة الداخلية بيطالبوا فيها بشكل رسمي بالتدخل لمنع تصوير الفيلم. بالفعل وزارة الداخلية استجابت وأصدرت بيان رقمه 1010 وأرسلت نسخة منه للأزهر الشريف وقالت له إن هم توصلوا لإيقاف الفيلم، وإن الفنان يوسف وهبي هيطلع يعتذر عن أداء الدور بشكل رسمي في الصحف وهيوضح موقفه بشكل يعني صريح. ولكن وداد عرفي اول ما عرف ان الضجه دي اثيرت والفيلم خلاص اتمنع خد بعضه وجري على فرنسا، خاف ان هو يعني يتم ترحيله. اللي اتعرف انه الفيلم كان كمان مدعوم من كمال اتاتورك وبشكل رسمي ومن الحكومة التركية بشكل رسمي. احنا بنتكلم في سنة 26 يعني بعد 3 سنين من اعلان الجمهورية التركية. في حاجة كمان بتخص وداد عرفي، بعد ما مشي من مصر وراح على فرنسا رجع بعدها بكام شهر. رجع ازاي وايه اللي حصل وهو فعلا كان مسلم ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية وللحديث بقية.